الأستاذ هيكل منذ نعومة أظفاره في الصحافة وهو ظاهرة مش طبيعي. ده حد مش طبيعي. ده كان مصدر معلومات عند عبد الناصر، ما كانش العكس، وقد اعترف بذلك عبد الناصر. يعني لما بعض الناس يعني اشمعنى هيكل، فالراجل أجاب يعني انتوا بتاخدوا مني معلومات، الراجل ده انا باخد منه معلومات. هل كان هيكل حامل رسائل؟ حامل رسائل ما بين عبد الناصر والعالم ومن من العالم الى عبد الناصر، ومن بعد عبد الناصر والى ان توفاه الله. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.